كان أبوه من الأثرياء يعطيه المصروف، وكان يوزع مصروفه له ولأصدقائه. أصدقاءه كانوا من الفقراء. توفى والده وبعد عدة سنوات ضاقت به الحال، توجه لأحد أصدقائه وكان يعرف أنه أصبح من الأثرياء. وصل بيته، سبحان الله، قصر جميل وبواب على مدخل البيت. سلام عليكم. وعليكم السلام. أريد منك أن تبلغ صاحب البيت إني محتاج ولجأت إليه. دخل البواب البيت وبلغه بسؤال صاحبه، فرد عليه بلغه إنني مشغول، وعاد إليه وبلغه بما قال له صاحب البيت مختفي وراء ستار الشباك يرى من هو صاحبه. عاد الرجل حزين إلى البيت، وبعد وقت سمع جرس الباب وإذا برجل أمامه. السلام عليكم. وعليكم السلام. أيها الرجل، أريد أن أقابل صاحب البيت. أيها الرجل، أنت ضيفي، ربنا يعطيك العمر. صاحب البيت توفى وأنا مستعد أن أنوب عنه في كل شيء، أنه أبي، فردا عليه إني أريد أن أتحدث معك في شيء ما. إذا هيا ندخل يا أهل البيت. خذوا طريق. دخل البيت إلى غرفة الضيوف وعاد لزوجته، أعملي غذاء عندي ضيفي. أنه معرفة أبي الزوجة ربنا يسر ربما من التجار. الزوج خلي اعتمادك عيل الله لنا وله الله، ربنا يجبن اللي فيه الخير. عاد إلى الضيف، أهلا وسهلا بك الضيف وبالمحلي. وجلس يتحدثون ورن الجرس خرج وعطته زوجته ترمس القهوة. صب القهوة. تفضل القهوة. الضيف تسلم. يا أخي، أريد أن أبلغك بأن أبي مديون لأبيك من باقي حساب بينهم. صاحب البيت أبي لم يبلغنا بأنه له دين عند أحد. الضيف ربما نسي أن يخبركم. على كل حال هذا المبلغ لكم. الرجل، وأنت أيها الضيف تصون المعروف، وأريد أن أخبرك بما حصل معي. وقص عليهم ما حصل مع صديقه وقال الله لا ينسانا. واسمعه أبيات من الشعر. أمن صديق اعتزته يوم ضاق بي الحال، ما أراد أن يقابلني ورجعت مهموم للعيال. إن بطفولتي عملت معه بما أوصاني ديني، ربنا يهديات للخير. المال مال الله يا غالي، اشكي ضيقتي لله ومن غيره يلبي سؤالي. أستأذن منه فقال لا. زوجتي تصنع طعام بعد الغذاء تغادر. أحضرت زوجته الطعام وعطته له من وراء حجابي، وأثناء تناولهم الطعام قرع جرس الباب. خرج ليرى من وإذ بصاحبه عيل الباب. تفاجأ وقال هيا أدخل، حماتك تحبك عندي ضيف وتعالي تناول الطعام معنا. دخل معه البيت وتناول الغذاء معهم. يا صاحبي، أريد أن أكلمك في شيء ما. على انفراد صاحب البيت. يا صديقي، أعرف ما تريد، لا تغلب نفسك، الله يسر لنا. صاحبه أريدك في موضوع ضروري. خرجا معا إلى غرفة جانبية وقال له يا صديقي، أردت أن لا أراك في موقف المعازي. الرجل الموجود في غرفة الضيوف أنه ابني وردت أنا يتعلم قيمة الصديق. صاحب البيت ولكن إن أخبرتها بما حصل ولم يرد علي بشيء. إن متأسف يا صديقي الصديق، لا تهتم، عندما نعود للبيت سأبلغه بالحقيقة. صديقي الصديق هو الصدوق. الصديق هو الصدوق. قصة بقلم محمد. مذكر غزة، فلسطين.